الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا لقاء متجدد في شرح صفات عباد الرحمن. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصلنا إلى هذه الآيات. قال جل وعلا في بيان وصف جديد لعباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذه الآية أيها الأحبة في الله تدل على أي شيء؟ تدل على أن عباد الرحمن ملازمون لصفة جليلة وعبادة عظيمة، ألا وهي عبودية الدعاء. فعباد الرحمن لا يغفلون عن دعاء ربهم، ولا يتركون دعاء الله سبحانه وتعالى، ولا ينفكون عن هذه العبودية الجليلة العظيمة، ألا وهي عبودية الدعاء. لأن الدعاء افتقار إلى الله عز وجل، لأن الدعاء اعتراف للواحد الأحد بأنه الرب المعبود بحق سبحانه وتعالى، لأن الدعاء فيه اعتراف بكمال الله عز وجل وبنقص الإنسان، بعظمة الله عز وجل وبذل الإنسان، وبغنى الله عز وجل وبفقر الإنسان، وبقوة الله عز وجل وبضعف الإنسان. كأن الإنسان الداعي لربه، المفتقر له، المتضرع إليه، المبتهل له في الدعاء، الملح عليه بالسؤال، يقول: يا رب أنت تملك وأنا لا أملك، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت المدبر وأنا المدبر، وأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا شيئا ولا خيرا ولا شرا، وإنما الأمر كله لك وحدك لا شريك لك. فلهذا جاء في الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، كأن الدعاء لب العبادة وروحها. فمن أجمل صفات العابدين لله رب العالمين أنهم ملازمون لدعاء ربهم جل وعلا. وأول سورة في القرآن ذكر فيها دعاء ربنا عز وجل في سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. وآخر سورة في القرآن ذكر فيها دعاء الله عز وجل: قل أعوذ، أي أنت تطلب الحماية من الله، أي أنت تطلب أنت تستعيذ بالله عز وجل، أن تطلب أن يحميك وأن يصونك وأن يقيك من أنواع الشرور والآفات. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والدعاء هو عبودية الأنبياء والمرسلين، كما في كثير من السور والآيات التي تقرؤونها. أيوب عليه السلام دعا ربه جل وعلا وشكى ضره إليه فاستجاب الله له. يونس عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله جل وعلا له. زكريا عليه السلام قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. وهكذا في كثير من أحوال الأنبياء والمرسلين في كتاب رب العالمين تجدون أنهم كانوا يلازمون دعاء الله سبحانه وتعالى. إنهم أي الأنبياء والرسل كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني رجاء في رحمة الله وجنته، رهبا يعني خوفا من عذابه وناره، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
والله جل وعلا ذكر من أحوال أهل الجنة أنهم يخافون عذاب النار، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين الآيات. وهنا قال عنهم الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والدعاء الله جل وعلا يكون مقترنا بكثير من العبادات كعبادة الصلاة، فمن أجمل ما في الصلاة دعاء الله سبحانه وتعالى خاصة في السجود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. فالصلاة هذه لا تحلو إلا بدعاء رب العالمين والتضرع له سبحانه وتعالى. كذلك عبادة حج بيت الله الحرام. ما هو أعظم ركن في حج بيت الله الحرام يا إخواني؟ أعظم ركن في الحج الجواب الوقوف بعرفة. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني كأنه اختصر الحج كله في أي شيء؟ في الوقوف بعرفة. الحج عرفة، حصر الحج في عرفة لأن أعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة. رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في وقوفه بعرفة يا إخواني؟ رفع يديه إلى السماء أي إلى ربه جل وعلا مظهرا العجز والافتقار والتضرع، وهو أشرف وأخبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يتحرك من مكانه في الدعاء برفع يديه حتى غربت الشمس. يقول تقريبا إذا بعد الظهر والعصر جمع قصر وتقديم يعني حوالي 6 ساعات، وهو يدعو ربه جل وعلا عشية عرفة. إذا شوفوا أعظم ركن في الحج ما هي العبادة التي نقوم بها عندما نتواجد داخل حدود عرفات؟ دعاء الله سبحانه وتعالى. كذلك عبادة الصيام. عبادة الصيام من أجمل وأفضل ما يحرص عليه الصائم دعاء ربه عز وجل. لماذا؟ لأن نفس الصائم تنكسر بترك شهوات البطون والفروج، تصير نفسه منكسرة، وهذا الانكسار يناسب عبودية الدعاء ويكون من أسباب استجابة الله جل وعلا لدعاء الصائم. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم دعوة لا ترد. وهنا أنبهكم على خطأ، وهو أن بعض الناس يظن أن دعاء الصائم يستجاب عند الإفطار. جاء حديث لكنه لا يصح، ماشي عند الإفطار، وإنما قال للصائم دعوة لا ترد، يعني ما دام صائما من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فله دعوة لا ترد. يعني الصائم يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، يعني ماشي تخلي تنهار الصيام كامل ما تدعيش وغير كي تجي راح تفطر تدعي، ولا عند الإفطار تدعو الله. شوف حاول نفسك مدة طويلة على الصيام، مش هذا هو المعنى. المعنى للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد أي أثناء صيامه طول إمساكه، يعني طول النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ويمكن أيها الكرام أن نستنبط معنى جليلا يدلنا على أهمية الدعاء واقترانه بالصيام. من أي آيات؟ من آيات الصيام في سورة البقرة. وأنتم تستحضرون الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وبعد قال شهر رمضان نهاية الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام كيف قال بالصبح أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات. فقال العلماء منهم الحافظ ابن كثير لما ذكر الله تعالى آية الدعاء متخللة آيات الصيام، تجدون هذا الكلام في تفسيره، يعني ربي في وسط الآيات تاع الصيام اذكر الآية تاع الدعاء. لما ذكر الله تعالى آية الدعاء متخللة آيات الصيام دل ذلك على أن الصائم ينبغي له أن يحرص على عبودية الدعاء، لأن دعاءه يكون أقرب إلى الاستجابة، كما أن المسافر
دعاءه مستجاب لأنه منكسر بسبب السفر، كما أن دعاء الوالد على ولده مستجاب، لأن الوالد لا يدعو على ولده إلا إذا انكسرت نفسه ووجد قهرا في باطنه فيدعو عليه في تلك الحالة فيكون الدعاء مستجابا. الشاهد يا إخواني أن عباد الرحمن يكثرون دعاء الله جل وعلا، يدعون الله بأن يعطيهم ما يحبون، ويدعون الله جل وعلا مما يخافون ويحذرون ويرهبون. وعباد الرحمن خائفون من الله عز وجل، ويتقربون إلى الله بركن جليل من أركان العبادة، وهو ركن الخوف. الخوف من غضب الله، الخوف من انتقام الله، الخوف من بطش الله وبأسه. فالعبودية لله لها 3 أركان: المحبة الركن الأول، الثاني الخوف، والثالث الرجاء. فرأس العبادة المحبة، وجناحها الخوف والرجاء. فجناح العبادة ينبغي أن يعتدل، فنعبد الله عز وجل خوفا ورجاء، لا نغلب هذا على هذا. فإذا غلبنا الخوف وقعنا في القنوط واليأس، وإذا غلبنا الرجاء وقعنا في التفريط والاستهتار. فينبغي أن يعتدل. قال عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والله عز وجل من أسمائه الرحيم والحليم والغفور والتواب، هذا يناسب عبودية الرجاء. من أسمائه القوي الجبار العزيز القهار، هذا يناسب عبودية الخوف. فمن ذلك عباد الرحمن يخافون الله جل وعلا، فيخافون من عذاب جهنم ومن عذاب النار، فيعبدون الله من أجل النجاة من عذاب النار، ولا يعصون ربهم سبحانه وتعالى للنجاة من عذاب النار. وكذلك يدعون ربهم سبحانه وتعالى ليعيذهم من عذاب النار ويقيهم عذاب النار ويصرف عذاب جهنم عنهم. قال عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومن مقاصد القرآن الكريم بث الخوف في قلوب المؤمنين من الله عز وجل ومن عذابه وغضبه ومن ناره وعقابه. هذا من مقاصد الشريعة. لهذا القرآن الكريم مشحون بالآيات التي فيها ذكر عذاب جهنم، وفيها بيان صفة جهنم، وفيها بيان أحوال المعذبين في عذاب النار. لماذا كل هذا؟ لبث الخوف في قلوب العباد من عذاب جهنم، فإن أجسادنا على عذاب جهنم لا تقوى. والله عز وجل أنذرنا هذه النار العظيمة المخيفة المرعبة المفزعة، فقال تبارك وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أقام الله عليك الحجة ووصلتك الآيات والبراهين التي تخوفك من عذاب النار. قال جل وعلا: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وعلاش؟ لماذا ذكر الله هذه الآيات؟ المقصد القرآني، الغاية والهدف: ذلك يخوف الله به عباده. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. إذا لابد للمسلم أن يحقق هذا الركن الركين والأصل الجليل العظيم، ألا وهو الخوف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو خوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خوفنا من هذا العذاب. بل الملائكة الذين خلقهم الله جل وعلا عابدين وقانتين ومسبحين، لا يفترون لا يسأمون لا ينقطعون عن العبودية، وخوفهم الله بعذاب النار. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كذلك نجزي الظالمين. أظن أن هناك آية كذلك فيها أن الله سبحانه وتعالى خوف نبيه صلى الله عليه وسلم من عذاب النار. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لسيد الخلق وأكرمهم على الله وأتقاهم وأشدهم خشية من ربه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. خطاب لمن يا إخوان؟ هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا،
يعني رب سبحانه هذه الآيات رغم أن الملائكة لا تعصي ولا تكفر، ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك والكفر وكبائر الذنوب والعصيان، وقال له ربي لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، لتعلم يا عبد الله يا من لست معصوما من الذنوب والسيئات، لست معصوما من الكفر والشرك والارتداد على الدين، لتعلم أنك إن عصيت وأبيت واستكبرت وأشركت وكفرت سيعذبك الله بالنار. كما جاء عن أحد السلف أنه قال أخاف أن يطرحني ربي غدا في النار ولا أبالي. شوفوا السلف قال أخاف، الخوف من الله الذي سكن قلوبهم، إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات فيه وطرد منه الرغبة في الدنيا. أخاف أن يطرحني ربي غدا في النار ولا أبالي. إذا لو كنت حصيفا ذكيا صاحب عقل ولب سليم مستقيم لسعيت جاهدا في إنقاذ نفسك من النار، في إعتاق نفسك من النار. هذا هو المفلح، هذا هو الفائز. أعظم فوز هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا اللي ما يعملش باش ينجو من النار وهو غافل عن عذاب النار هذا إنسان مغرور مستهتر، أوبق نفسه وأهلكها. هذا إنسان لا عقل له، ما عندوش عقل، ليس بعاقل. لهذا الخطابات القرآنية تخاطب الكافرين والمشركين دائما بهذا المعنى: أفلا تعقلون أفلا تعقلون. أين عقلك أيها الإنسان؟ لو كان لك عقل صحيح، كان لك عقل صحيح مستقيم لسعيت في أن تنجي نفسك من عذاب الله عز وجل. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما معنى هذا الحديث يا إخواني؟ ما رأيت مثل النار نام هاربها، ما رأيت عذابا كعذاب النار، مع ذلك نام هاربها. والعبد المسلم ينبغي أن يكون في حالة فرار دائم من عذاب النار بلا انقطاع ولا نوم. كيف تنام والنار تنتظرك؟ كيف تنام والنار موعدك؟ لا ينبغي للخائف من النار أن ينام أبدا. ولا مثل الجنة نام طالبها. الجنة أعظم دار وأكرم دار، دار الخلود الأبدي في نعيم الله. لا ينبغي لطالب الجنة أن ينام. ولا مثل الجنة نام طالبها. إذن في هذه الدنيا عندنا هذا الأمر: طلب الجنة والهروب من النار. الذي يطلب الجنة لا ينام، والذي يفر من النار كذلك لا ينام. لهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنذر أمته كما أنذر الله جل وعلا خلقه وعباده. فجاء في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إن لو كنت فعلا خائفا من عذاب الله لن تحتقر معروفا يسيرا من عمل الخير في جنب سعيك في النجاة من عذاب النار، حتى ولو بشق تمرة تتصدق بها: يا رب هذا ما قدرت عليه، هذا الذي استطعت، شق تمرة. ما لقيت شق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من لم يجد بابتسامة في وجه الناس. من لم يجد فبأي خير ومعروف يقوم به الإنسان في سبيل طلب رضا ربه للنجاة من عذابه وغضبه سبحانه وتعالى. جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال النعمان: حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه، حتى سقطت خميصة كانت على عاتقيه بين رجليه. إذا صاح في الناس وأعلى صوته صلى الله عليه وسلم ليفزع هذه النفوس ويزلزل القلوب ويحركها كي تخشى عذاب النار. أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلا بسوء لسمعه، حتى سقطت خميصة من شدة قوته في تحذير الناس من عذاب النار. وكذلك لما أنزل ربنا جل وعلا
على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، فلما اجتمعوا عم وخص، يعني عم وجميع قريش وخص بعض قريش، فقال: يا بني كعب بن مرة أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أنقذوا أنفسكم من النار. خاطب جميع قريش بهذا الخطاب الجليل العظيم: أنقذوا أنفسكم من النار، لأن هول جهنم عظيم، لأن عذابها يا إخواني يفوق الوصف، يفوق الخيال. تحار فيه هذه العقول تحار في عذاب جهنم. الإنسان لما يغتسل أحيانا يغلط، أحيانا يدير المسخون زايد، والله يصيح ويصرخ ويصاب بفزع ورعب، يذكره ذلك بعذاب الحميم الذي في جهنم هو الماء الساخن. هذه حاجة فقط، وهو الماء الساخن يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حاجة يسيرة. روح لما تشعل كما نقول البريكي هذيك الولاعة، شعلها وتضع عليها الأصبع تحت فقط، تفكر على جهنم. كيف بجهنم يلقى فيها الإنسان ويبقى فيها بلا انقطاع، عذاب يفوق الوصف، عذاب تحار فيه العقول. فالعبد يا إخواني ينبغي له أن لا يكون غافلا عن عذاب جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من تذكير الصحابة بجهنم. احنا الآن سبحان الله في المساجد وانا إمام أعرف هذه الأمور، دير خطبة زوج على جهنم يتبرم الناس: واجبر جهنم جهنم جهنم، رانا عايشين في جهنم، رايو إلى سكنى ولا خدمة والأسعار طريق مكسرة، هذه جهنم، أنت مسكين، أنت مغرور. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت واحد يذكر الناس بعذاب جهنم. أصحابه الأخيار الذين تعرفون مقامهم ومكانهم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. الخير الجنة ما كاش أخير منها، والشر جهنم ما كاش أشر منها، فلم أرك اليوم في الخير والشر، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة رضي الله عنهم رؤوسهم ولهم خليل، وهو صوت البكاء الذي يخرج من أنف الإنسان. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزجر هذه النفوس ويحذرها ويذكرها، يذكرها بالنعيم الأخروي ويذكرها بالعذاب الأخروي. هذا الشقاء الذي يكون في الدنيا أين هو من جهنم بالله عليكم؟ كل إنسان والشقاء تاعو. احنا ما عرفناش الناس واش راهم يعانوا من شقاء، على بالنا مليح واش كاين الناس واش راهم يعانوا من شقاء. كل انسان من يبتلي، كل انسان من ضاقت عليه، كل انسان من المشكله تاعو في هذه الحياه. ولكن اين هذا من عذاب الله، من عذاب جهنم؟ صدق من قال من سلف الامه: كل لذة دون الجنه فانيه، وكل بليه دون النار عافيه. شوف مليح، كل لذة في الدنيا، يلا نشوفوا أعظم وأكمل لذة في الدنيا مع الجنة وشنو؟ ليست بشيء، فانية، تفنى وتبيد وتذهب. هذا حال الشهوات تاع الدنيا. وكل بلية دون النار عافية. كل ما تبتلى به من شقاء ومصيبة في هذه الدنيا قارنه بجهنم، وش يولي؟ يولي كسر العافية، يولي هذا البلاء كأنه ليس بشيء. هذا هو كلام العلماء الأتقياء الأصفياء الذين يعلمون حقيقة الدنيا وما فيها وحقيقة عذاب الآخرة. يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا. تعرفوا ما معنى بأبأس أهل الدنيا؟ الرجل التعيس البائس الشقي اللي تغلقت عليه من كل جهة. يؤتى بأبأس أهل الدنيا يا إخواني، يغمس في الجنة غمسا، يقال له: يا فلان هل مر بك شر؟ يقول: ما مر بي شر قط.
قل أنا ما شفت والو من شقاء وبلاء في الدنيا، غمسة واحدة في الجنة، غمسة واحدة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يوم سكن النار غمسة، يقال له يا فلان هل مر بك خير قط؟ يقول ما مر بي خير قط. نسي الدنيا ونعيمها وهو أكبرهم تنعيما فيها، بغمسة واحدة في عذاب الله عز وجل. أين الدنيا من الآخرة؟ أين نعيم الدنيا من نعيم الجنة؟ وأين شقاء الدنيا من عذاب النار والعياذ بالله تعالى؟ كان أحد السلف وهو أبو الجوزاء يقول لو وليت من أمر الناس شيئا لاتخذت منارا على الطريق. تعرفوا المنارة تلك المرتفعة هي تكون عند الموانئ، هذه هي المنارة، بناء مرتفع وعالي يشبه المرج. لو وليت من أمر الناس شيئا لاتخذت منارا على الطريق وجعلت عليه رجالا ينادون في الناس النار النار كي لا يغفلوا عن عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. ويقول عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا أوى إلى فراشه ينام قليلا ثم ينتفض ويقوم فزعا ويقول النار النار شغلني ذكر النار عن النوم بالشهوات. يقول أحد السلف كنا إذا جلسنا إلى سفيان الثوري كأن النار لم تخلق إلا له لما نرى من شدة خوفه وفزعه. ويقول شهر بن حوشب رحمه الله تعالى ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما. هكذا كان الأكياس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو نادى مناد أيها الناس أنتم داخلون الجنة جميعا إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هو. هذا هو حال المؤمنين والأتقياء والصادقين. كما قالت بنت الربيع بن خثيم يا أبتي إن الناس ينامون وإنك لا تنام. قال يا بنيتي إن ذكر جهنم لا يدع أباك ينام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يعني ملازمة. ومنه ملازمة يقال فلان غريم مدين يلازمه طالب الدين يلازمه دائما يتبع فيه. إن عذابها كان غراما أي ملازما لأهلها وأصحابها بلا انقطاع عنهم إنها ساءت مستقرا ومقاما. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب